الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مليون مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم المتواجد والمؤازر للنادي الأهلي في كل مكان وفي كل زمان. الحقيقة فعلا كان فخر لنا جميعا نشوف جمهور النادي الأهلي من كل مكان على مستوى الجمهورية في استاد القاهرة بالأمس، وتشجيع منذ الدقيقة الأولى حتى آخر مباراة. الحقيقة فعلا النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة جدا أمام فريق مازيمبي العنيد. الحقيقة فعلا ويمكن ربنا سبحانه وتعالى وفق النادي الأهلي وفاز بثلاثية. نتمنى ان نادي الزمالك غدا بكره ان شاء الله يقدر ان هو يفوز، ونشوف السوبر الافريقي ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. الحقيقه فعلا يعني النادي الاهلي قدم مباراه ما احلاها وما اروعها، وخصوصا في الهاف تايم الثاني. والحقيقه فعلا بنشكر حكام الفار اللي قدروا ان هم هدف النادي الاهلي اللي احتسب لمازيمبي لولا الفار لكانت النتيجه اتقلبت راسا على عقب. ولكن في الحقيقه فعلا بنشكر حكام الفار ان هم قدروا ان هم يظهروا الكره دي، ما شفناش ابدا اثناء المباراه. والحقيقه فعلا بنشكر نجم النادي الاهلي اكرم توفيق اللي احرز هدفين. ازاي احرز هدفين واحرز هدف واحد في المباراه؟ الهدف اللي انقذه من على خط المرمى على يمين مصطفى شوبير، وايضا الهدف الثالث للنادي الاهلي اللي انهى به امال فريق مازيمبي الكونغولي. والحقيقه فعلا بنشكر جميع اللاعبين، لاعبي النادي الاهلي وخصوصا احمد عبد القادر، محمد عبد المنعم. الحقيقه فعلا اللعيبه كلها كانت رجاله وعلى مستوى المسؤوليه، وكانوا فخر لنا جميعا بالامس ان نشوف النادي الاهلي يعود مره اخرى، وان شاء الله البطوله الاثنى عشر ان شاء الله في الايام القادمه للنادي الاهلي. ونتمنى زي ما قلت لحضراتكم ان نشوف السوبر الافريقي هذا العام ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، وتمنياتنا لنادي الزمالك بالفوز ان شاء الله في لقاء الغد. الحقيقه فعلا مباراه كبيره جدا وجميله جدا من النادي الاهلي، وان كان يعني يؤخذ على كولر تاخره في توقيت التغييرات، بيتاخر شويه في التغيير، ولكن الحمد لله رب العالمين ربنا كلل مجهود لاعبي النادي الاهلي، وقدر النادي الاهلي ان يفوز بثلاثيه نظيفه واداء رائع جدا، وخصوصا في الشوط الثاني وفي بدايه المباراه. بشكر جمهور النادي الاهلي العظيم بمختلف انتماءاته لجميع محافظات الجمهوريه اللي كان مالئ مدرجات استاد القاهره بالامس، سواء من محافظه الشرقيه وجميع محافظات مصر كلها عموما. الحقيقه فعلا بشكر جميع المسؤولين عن الامن والامان في استاد القاهره الحقيقه فعلا، والتنظيم المشرف اللي احنا شفناه بالامس في استاد القاهره، مع تمنياتنا ان شاء الله بالفوز بالبطوله الاثنى عشر للنادي الاهلي ان شاء الله، ويتوج ويكلل المجهود. شكرا لمصطفى شوبير اللي فعلا ان هو اثبت ان هو جدير بحراسه مرمى النادي الاهلي على الرغم من تاريخ والده الكبير جدا. شكرا لجميع لاعبي النادي الاهلي، شكرا لمستر كولر على ادائه المشرف، وخصوصا في اللقاءات الصعبه والمباريات الكبيره جدا بيبان وبيظهر اداء كولر. مبروك لجمهور النادي الاهلي من المحيط الى الخليج وعلى مستوى الوطن العربي. مبروك لمجلس الاداره. اعزائي المشاهدين، الى ان نلتقي في انتصارات اخرى للكره المصريه وللنادي الاهلي ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله، ويتوج بالنجمه رقم 12. اعزائي المشاهدين، سعدت بصحبتكم، ومليون مبروك للنادي الاهلي، وبالتوفيق لنادي الزمالك في لقاء الغد ان شاء الله، ونرى السوبر الافريقي مصري بمشيئه الرحمن. اعزائي المشاهدين، سعدت بصحبتكم، والى ان نلتقي في لقاءات اخرى. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.